بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خرجة جديدة للسيد ناصر بوريطة رئيس الدبلوماسية المغربية، وبعد الصفعة الكبرى التي تلقاها هذا الأسبوع وتكتمل الأسبوع القادم إن شاء الله فيما يخص قضية إنهاء الصيد البحري الأوروبي أو الإسباني على وجه الخصوص الإقليم البحري للصحراء الغربية، يخرج السيد ناصر بوريطة ليتكلم عن شروط المغرب لاستعادة الصيد في الصحراء الغربية. شيء غريب وغريب جدا، خصوصا لما نعرف أنه منذ سنتين تقريبا والمغرب يعني أمام المحكمة الأوروبية وأخرجت له كل الملفات فيما يخص قضية الصيد البحري سواحل الصحراء الغربية. الآن يخرج ناصر بوريطة ليقول أنه المغرب يريد شروط يفرضها على الصيادين الإسبان من أجل أن يعودوا للصيد في الصحراء الغربية. يعلم العالم كله ويعلم الجميع وخصوصا الصحراويين أنه المحكمة الأوروبية حكمت بالإنهاء التام للصيد البحري في السواحل الصحراوية، سواحل الصحراء الغربية. يبقى لهم فقط الصيد أين في سواحل المغربية من طبعا أكادير إلى طنجة في أعلى السواحل المغربية. الحقيقة أنه المغرب لم يجد مخرجا أبدا بحيث لا يمكنه العودة للصيد في تلك المناطق، ومع ذلك يراوغ ويحاول أن يراوغ ويجد طبعا متسع لنفسه كي يراوغ المحكمة الأوروبية ويراوغ طبعا القانون الدولي في انتهاكه لحقوق الشعب الصحراوي. ناصر بوريطة بالفعل خلينا نقول يا سيدي ذكي لدرجة أنه يحاول أن يقوم بإنشاء مؤسسات مغربية وبالتعاون مع الصين. لماذا؟ لاصطياد الأسماك الصحراوية، أسماك الصحراء الغربية، أي أسماك الإقليم البحري للصحراء الغربية، ومن ثم يريد تصديرها إلى إسبانيا ومن هناك تصدر إلى أوروبا. الحقيقة أنه لا أحد طبعا سيقبل له هذا، خصوصا وأن حكم المحكمة كان نهائي وكان واضح تماما أنه تلك الأراضي أو ذلك الإقليم البحري إقليم لا يتبع أصلا للمغرب. دعنا نتكلم عن هذه الشروط. ناصر بوريطة يقول أنه المغرب أصبح فاعل في الإقليم ويجب أن نغير شروط الصيد البحري في المغرب، ويجب أن نعطي للأسماك فترة راحة، ويجب يعني خرجات لا يتوقعها حد في الحقيقة، خرجات فلكية يقوم بها ناصر بوريطة بحيث يريد أن يسوق للعياشة والعبيد داخليا أن المغرب لا يزال في قوته ولا يزال يمكنه أن يقوم بأي شيء من أجل استغلال مقدرات الشعب الصحراوي. هذا ما يريد قوله ناصر بوريطة. لكن كما قلت في إسبانيا كان هناك اجتماع ل23 مؤسسة بحرية إسبانية، يعني مستثمرين الإسبان مع من اجتمعوا 23 شركة مع ممثل جبهة البوليزاريو للصيد البحري، وهو من اقترح عليهم أن يعطيهم تصاريح للصيد في المياه الصحراوية. المؤسسات الإسبانية بطبيعة الحال ببراغماتية ما سوف توافق على أن تأخذ تصريح من طرف جبهة البوليزاريو لاصطياد الأسماك في الإقليم الصحراوي. هذا مؤكد طبعا. ممثل المغرب هذا المسمى كمال بن نور في جزر الكناري في إسبانيا هو طبعا ممثل المغرب، ممثل المخزن، يتكلم على لسان المخزن، يقول انتهى الموضوع تماما وأنه لا يمكن للمغرب أن يفتح أي مجال جديد للمفاوضات بخصوص الصيد البحري في الأقاليم الصحراوية، لكون الحكم أو حكم محكمة الاتحاد الأوروبي حكم نهائي ولا رجعة فيه ولا يمكن الطعن فيه،
وعلى المغرب أن يلجأ لأي طريقة أخرى من أجل متابعة الصيد البحري في الأقاليم الصحراوية. بطبيعة الحال هو ينصح المخزن بأن يلتف على هذا القرار، وبالفعل يحاول المغرب الالتفاف على هذا القرار بأنه يقوم طبعا إما أنه ينشئ مؤسسات خاصة لشاليتي سبيسيال يقودهم هو بنفسه ويصطاد هو بنفسه ويبيع الأسماك تاعو لإسبانيا، وإسبانيا تصدرها إلى بقية الاتحاد الأوروبي، أو طبعا هذا غير مجدي لأنه المحكمة حكمت وانتهى، أو أنه ماذا يحدث شراكة مع الصين من أجل الالتفاف على القرار والإتيان بالصينيين هم من سوف يقومون بالصيد البحري في الأقاليم الصحراوية البحرية. طبعا هذا هنا يجب أن نضع نقطة ونقول لو أن الأقاليم البحرية الصحراوية كانت تابعة فعلا للمغرب لما حدث كل هذا. لو أن الصحراء الغربية بالأحرى كانت أراضي مغربية فعليا لما التف أو لما حاول المغرب الالتفاف على الحكم، بل ذهب إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقه التامة والمشروع. لكن يعي المغرب جيدا ويعي المخزن وتعي وزارة الخارجية المغربية ويعي القصر المغربي نفسه أن الصحراء ليست مغربية، وإنما وجوده هناك ونهبه هناك للثروات إنما هو نهب المستعمر لأرض المستعمر، نهب المستعمر لأرض المستعمر. هذه حقيقة يجب أن يفقهها الشعب المغربي أولا، لأن الشعب المغربي بهذا منذ 40 سنة هو يأكل في أموال حرام، يعيش على الحرام، يعيش على النهب. المملكة المغربية تقوم بنهب ثروات أرض ليست أرضها، ثروات شعب ليس شعبها، أرض أخذت منها كل شيء، الفوسفات، الذهب، الأسماك، كل ثروات الشعب الصحراوي سرقت، يعني بشكل استدماري بغيض. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن الشعب المغربي لحد الآن لا زال يرضى بأكل المال الحرام، وهو يعلم يقينا أن كل ما يأتي من ثروات من الصحراء الغربية إنما هو حرام محرم زقوم. يجب أن يستفيق الشعب المغربي ويجب أن يضع النقاط على الحروف. أما بالنسبة للمغرب الآن للقصر الملكي وللمخزن تبين بكل وضوح أن الأراضي الصحراوية ليست تابعة لكم ولا علاقة لكم بها، ووضحت الأمور حسب القوانين حسب القانون بحكم المحاكم، سواء المحاكم الدولية أو المحاكم الأوروبية أو محكمة الاتحاد الإفريقي. كل المحاكم حكمت بوضوح بأن يعني لما نقرأ يعني ما بين السطور فيما يخص الأحكام الصادرة عنها بأن الأراضي الصحراوية ليست تابعة للمغرب، وأن الصحراء الغربية بعيدة جدا على أن تكون أرض مغربية. ويجب أن يفهم العالم الآن والأمم المتحدة وكل شرفاء العالم أن المغرب يستعمر أرض ليست أرضه، ويحاول الالتفاف على القوانين وعلى كل أشكال العمل القانوني والعمل الجمعوي والعمل النضالي من أجل الالتفاف على كل هذا. يفعل كل شيء، يتعاقد حتى مع الشيطان من أجل نهب أراضي الشعب الصحراوي وخيراته وانتهاك حرماته وأخذ مقدراته، وهذا يعلمه الآن العام والخاص. خصوصا نحن نتكلم مع الشعب المغربي وأحرار المغرب أنه يجب أن يقفوا صدا منيعا ضد هذا التهجم الغير قانوني والغير أخلاقي على حقوق الشعب الصحراوي الشقيق. يجب أن يتوقف كل هذا الآن. يجب أن جميع أحرار العالم يقفوا وقفة رجل واحد من أجل أنه ينهوا هذا العمل الخبيث الممنهج الذي يكسر إرادة الشعب الصحراوي بحقه في تقرير مصيره. هذا هو الآن الموضوع الأهم.
أما بالنسبة للمغرب سيلتف ويلتف ويلتف كالعادة بهذه العقلية الناتجة عن الاستعمار المستمر للأراضي الصحراوية، وسيجد حلولا لهذه الأمور، وسيكمل يعني طريقه هذه في أن يلقم أبناءه أموال حرام وأغذية حرام، كل شيء محرم تقوم به هذه الزريبة، هذه مملكة بورغواطة هذه. يا إخوان، هذا هو موضوع اليوم. نتمنى الخير. شكرا لكم، أدعمونا من فضلكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا.